السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. عيد سعيد عليكم. بما ان احنا بقى عيد واجازه، انا قررت اتكلم على مواضيع ليها علاقه بالبورصه، لكن ما اتكلمتش فيها قبل كده. يعني نتكلم في مواضيع تعليميه بحيث يبقى فيديوهات تعليميه مالهاش دعوه بالاحداث اللي بتحصل النهارده، لان احنا في اجازه، الا طبعا اذا حصل حدث جوهري يعني. لكن حاليا النهارده انا هتكلم على موضوع ما اعتقدش انا اتكلمت عليه في اي فيديو قبل كده. الموضوع ده اسمه اربيتاج. انا مش متاكد هو اسمه ايه بالعربي، لكن هو باختصار هو ازاي انت تكسب من حاجه موجوده في منطقتين مختلفتين بسعرين مختلفين، هي نفس الحاجه. تعالوا ناخد مثال بسيط قوي عشان نوضح يعني ايه اربيتاج. اربيتاج بمنتهى البساطه يعني ان حضرتك اشتريت جزمه. الجزمه دي في احدى الدول كانت ثمنها ما يعادل مثلا في الاخر $100، خلاص. في دوله تانية الجزمه دي هي لقيتها ب $70. النهارده انت عندك نفس الجزمه موجوده في بلدين بس في فرق $30. فبافتراض حتى انك هتشتري حضرتك الجزمه دي لنفسك، فانت اشتريت الجزمه ب $70 بدل $100، فانت كسبت $30 فرق. ولو حضرتك كنت تاجر وجبت مثلا مجموعه من الجزم دي، فانت جايب مجموعه من الجزم ب $70 وبتبيعهم ب $100، فانت كسبت الفرق $30 ما بين الاثنين، بافتراض ان انت ما كانش فيه تكاليف اخرى مضافه عليك غير تكلفه سعر الحاجه هنا وتكلفه سعر الحاجه هنا. طبعا ده بمثال بسيط جدا في هدوم، ولكن هو ده على فكره مثال الصح للاربيتاج. طيب ايه بقى ازاي موضوع الاربيتاج ده موجود في البورصه؟ الموضوع ده موجود من قديم الازل، ان هو بعض الاسهم او بعض الادوات الاستثماريه بقى، خلينا نعمم مش لازم كمان الاسهم، بتبقى موجوده في حته بسعر وفي حته تانية بسعر خالص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطه سهم موجود في بلد ونفس السهم موجود في بلد تانية. ما احنا عارفين احنا حتى في مصر عندنا في مصر هنا بعض الاسهم اللي موجوده كمان في البورصه بره. عندك السهم موجود في مصر وموجود في GDR بره، السهم موجود هو نفس السهم ونفس الشركه، لكن بيتم التداول عليه في مكانين. فتخيل بقى ان حصل فرق سعر. الطبيعي طبعا السهمين يمشوا مع بعض، طبعا لما تشوف قيمه العمله، ما هو هنا هيبقى بيتداول بعمله وهنا بعمله، الطبيعي انك لما تحول الفروق يطلع بالظبط ان هو في الاخر سعر السهم ايه ثابت. لكن في بعض الاحيان بيحصل فروق، في الغالب ما بتبقاش كبيره. يعني الاربيتاج كله في الغالب ما بيعتمدش على فروق كبيره، والا ما كانش يعني كان خلاص كان الموضوع بسيط. الموضوع بيبقى فيه فروق بسيطه احيانا ما بين سعر حاجه في مكان وسعر في حاجه ثانيه خالص. يعني سهم مثلا بيتداول في مصر سعره بره اوطى بكتير من سعره جوه مثلا، فانت تشتريه بره، فانت كده كسبت الفرق ما بين الاثنين، انك عارف ان كده كده السهم ده يا اما هيرد يبقى في النقطه اللي هو بتاعه اللي يعادل ده، يا اما هتبيعه هنا بطريقه ما ترجع تبيعه في بلدك فتطلع ايه فرق الفلوس. الاربيتاج كمان موجود في الفوركس، وانا مش من هواة الفوركس، وعندي فيديو اسمه لماذا يخسر اغلب المتعاملون في الفوركس وعايزك تشوفه. والفوركس مش زي البورصه، البورصه فيها ناس بتخسر الاغلبيه وفيها ناس بتكسب. الفوركس يعني ما اعتقدش في حد بيكسب، يعني ممكن يكون اقل من 1%. ما يتهيأليش في حد بيطلع من الفوركس كسبان خالص. مش علشان في ناس شاطره وناس مش شاطره، عشان هو مش عايز اخش في تفاصيل. انا بتكلم على الفوركس ابو رفعه ماليه مرتفعه، انك تخش ب $1000 وتشتري ب $10000، هو ده انا بتكلم عليه. فوركس واحد لواحد 1 تو 1 دي قصه ثانيه خالص، مش ده اللي بتكلم عليه. بتكلم على الرفعات الماليه المرتفعه. اول ما بتخش في الحسابات انسى 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 على المدى الطويل، انسى انك تطلع كسبان. ولكن الاربيتاج موجود في الفوركس بطريقه اخرى. موجود ان ممكن واحد مثلا يشتري دولار قصاد يورو. انت عارف الفوركس واحد بيشتري حاجه قصاد حاجه، يشتري دولار قصاد يورو، بعدين يقوم واخد الدولار ده مبدله بين ياباني، بعدين ياخد الين الياباني، من الين الياباني يرجع تاني لليورو، يلاقي ان هو كسب فرق عن لما كان معاه يورو في الاول. بدا ب 1000 يورو بقى 1100 يورو في الاخر. كان في مثلا مثال يعني، كان في فرق 100 يورو اربيتاج. هو نقل من عمله لعمله ومن عمله لعمله ورجع تاني مره ثانيه، نقل 3 مرات، خلاص 1 2 3. في النقله اللي في النص دي بيكون فروق العملات مش متسعره بالشكل المظبوط صح، فيرجع في الاخر يلاقي نفسه ان هو كسب. فده من انواع الاربيتاج في الفوركس. بس برده ده عشان حد يكسب فيه ما بيبقاش فرق كبير، بيبقى فرق محدود جدا، فبيحتاج يا اما يكون معاك فلوس ضخمه جدا، وده في الغالب اللي بتعمله بعض المؤسسات الكبيره، يا اللي بيخش بقى يلعب المستثمر الصغير اللي بيعمل بقى الحاجات اللي بقول لك عليها بتخسر. رفع عمليه بقى 1 ل 100، هو معاه $1000 يقوم شاري ب 100000، ما هو في الاخر عشان ال 100000 دي يكسب عليها $1000 وعايز يكسب $1000. فطبعا لما بقى احتمال ان هو يكسب $1000 بقى احتمال ان هو يخسر $1000، فمحفظته بتتدبل يا بتصفر. انت فاهم هو بيعمل ايه؟ يعني الموضوع تخيلين هنا في ناس اصلا في البورصه بتخسر بمارجن 1 تو 1. تخيل واحد واخد مارجن 100 ضعف. وعلى فكره بعض المنصات في الفوركس شفت زمان، انا عمري طبعا ما عملت كده لكن شفت زمان كده تسمح برفعات ماليه غير طبيعيه، شيء رهيب يعني. وفي نوع تاني من انواع الاربيتاج، وانا بمنتهى الامانه انا ما اعرفش هل ده قانوني، هل ده متاح، هل ده ليجل، انا ما عنديش اي فكره. احنا بنتكلم للعلم بالشيء، لكن انا عمري في حياتي ما عملت كده ولا اعرف. نسال محامي الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. وهو اصلا دلوقتي مش دلوقتي، هو كان بيتعمل في فتره معينه، ان ناس بتشتري مثلا سهم عندنا في البورصه المصريه مثلا، خلاص، يشتري السهم ده هنا عادي جدا بالجنيه المصري، بعدين يحول السهم لشهادات الايداع الدوليه بره. طبعا مش اي سهم بيتحول، السهم اصلا ليه شهادات ايداع الدوليه. فبدل ما معاه السهم هنا في مصر بقى معاه السهم هو بس بره، بس بقى بسعره بالعمله. وبعدين يقوم جاي بايع السهم ابو عمله
ومرجع الفلوس، فتلاقي ان هو في النهايه باع على دولار مثلا ايام ما كان مثلا بسعر معين، تلاقيه باع اعلى منه بكتير قوي. يعني هو خد فرق كبير جدا جدا، فرق عمله كبير جدا جدا. انا ما اعرفش الموضوع ده صح ولا غلط، بس في اعتقادي ان هو غلط، يعني في اعتقادي ان دي حاجه مش مظبوطه، يعني ما اعرفش، حاسس اللفه كده مش عارف، او كانت بتحصل يعني. ولكن المقصود بدي يعني احنا بنتكلم بس في يعني في طريقه بنشرح يعني ايه اربيتاج، بنشرح يعني ايه حد بيشوف حاجه فرق ما بين مكانين ويستغل الفرق هنا والفرق هنا ويطلع منه مكسب في الاخر. هل ده ممكن يحصل في نفس السوق؟ يعني هل ممكن يكون شركه موجوده في نفس السوق بالعملتين ويحصل فرق ما بينهم كبير؟ مش ده الطبيعي، يعني مش ده الطبيعي خالص، يعني شيء مش يعني يعني صعب، اعتقد صعب. مش بتكلم عن خبره الصراحه، عمري في حياتي ما حطيت السهم اللي ليه مثلا عملتين جنب بعض وفضلت مراقبه جوه السوق فتره طويله جدا اشوف فيه فروق بتحصل، يعني ما اعتقدش ان تابعت كده بما فيه الكفايه يعني. لكن الخلاصه تهيألي صعبه جدا. اغلبيه المكسب من الاربيتاج بيبقى عن طريق تداول ما بين الاسواق، سوق بره وسوق جوه، او سوق جوه وسوق بره وهكذا، وشخص بيبدل ما بين السوقين وبيطلع في الاخر ان هو ايه، كسبان. في النهايه بفكركم بالكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي هو عباره عن حاجات كتيره في بعض، ولكن اهمها الدعم او الكوتشنج الثلاث شهور اللي ببقى معاك على الواتساب الخاص، رقم الخاص معاك، خطوه بخطوه يوميا، اعمل ايه، اتصرف ازاي، طب بص المحفظه، طب بص مش عارف ايه. فمعاك حد بيوجهك، حد بيمنعك انك تخسر، حد ما بيدخلكش في الحاجات الغلط، حد ما يخليكش تشتري حق اكتتاب متضاعف 300% وترجع تخسر 70% من فلوسك. كل ده اعتبره تامين ضد اي احتمال خساره محتمل باي طريقه من الطرق في اي نوع من انواع الاستثمار، واولهم طبعا البورصه. ده جزء من الكورس، مش كل الكورس، لكن ده في رايي اهم حاجه في الكورس، 80% من الكورس يعني. وفي بقى جروب وفي قصه كبيره كده. لو انت مهتم تعرف تفاصيل الكورس ده عباره عن ايه، اسمه ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي هو عامه على الاستثمار عامه وعلى البورصه الامريكيه وعلى الذهب وعلى كل حاجه، مش على البورصه فقط بتاعتنا يعني. ابعت بس رقم 4 على الواتساب اللي على الشاشه. شكرا يا جماعه وعيد سعيد.